اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. حبايبي اللي اشتركوا في القناة نورتوني دايما وشرفتوني في قناة المتواضعة. أما حبايبي اللي لسه ما اشتركوش، يلا بقى يا جماعة اشتركوا عشان القناة تكبر بيكم وكل وصفاتنا توصلكم، والقناة تكبر بيكم وليكم وتوصل لأكبر عدد إن شاء الله. وصفتنا النهاردة صينية بطاطس باللحمة، حاجة كده تستاهل بقكم، حاجة تدخل القلب. يلا بينا مع بعض نسمي بسم الله ونعمل مع بعض أحلى صينية بطاطس باللحمة. أنا هنا معايا اللحمة غسلتها بس غسلة واحدة كده من الإيدين. هو في ناس مش بيغسلوا اللحمة، بس أنا من إيدين الجزار وكده شطفة بسيطة كده، وحلة على النار حطيت فيها مية ونزلت عليها باللحمة. عايزة تقطعيها، عايزة تسيبيها بحجمها زي ما هي جايالك زي ما انتي عايزة. معايا بصلاية حلوة كده، معايا ورق لورا مستكة وحبهان، حطيتها على اللحمة وسبتها على النار. بعد 5 دقايق بفتح الغطا بتاع الحلة، بلاقي الريم بتاع اللحمة بشيله كده بالمعلقة، لان الريم ده بيسود الشوربة وبيخلي شكلها مش حلو كده ومش رايقة. بعد ما شلت الريم غطيت عليها كده على نار هادية وسبتها مع نفسها كده تاخد وتدي بشكل ودي، وطبعا مش بحط الملح الا قبل ما انزلها من الحلة ب5 دقايق. هنا معايا بطاطس، طبعا البطاطس اللي انتي هتعمليها على قد حجم الصينية. هنا معايا 3 بس على حجم الصينية. طبعا لو عايزة تعملي اكتر اقل براحتك، وطبعا بتكبري في الصينية شوية. ما تستغربوش اللي انا عاملة بالصينية دي، الصينية الألمونيا احلى كتير من السفلون والتيفال واي صينية تانية جديدة. انا جربت برضو الصواني اللي هي التيفال والسفلون، لقيت ان البطاطس طعمها بيبقى احلى في الصينية الألمونيا. انا هنا قطعت البطاطس حلقات زي ما انتوا شايفين كده، وهنقطع الجزر برضو حلقات. اما الفلفل انا هحطه بحاله كده، الفلفل الاسباني، وهجيب حتة فلفل تانية صغيرة هحطها تدي حرارة بسيطة. ليه مش هقطع القرن الفلفل الاسباني؟ لان لو قطعته هيخلي الصينية كلها سبايسي وشديدة قوي في الحرارة، فانا بحاول احطه بحاله كده عشان ياخد حرارة بسيطة جدا جدا. طبعا لو انتي عاوزة تحطي فلفل بارد دي حاجة ترجعلك. هنا بقى قطعت الجزرتين اللي انا عاملاهم طرنشات كده زي البطاطس، بس ما تقطعيش اللي الجزر يكون تخين كده السمك بتاعه عالي، خليه زي البطاطس كده عشان التسوية تبقى واحدة. هجيب بصلتين حلوين كده كبار واقشرهم واقطعهم احطهم في الكبة تقطيع عشوائي كده، وبعدين هاخدهم نص فرمة، مش هفرمهم جامد يعني ما هخليهمش فرمة ناعمة قوي، خشن كده. ممكن تقطعوهم برضو بالسكينة. ليه بقى؟ انا عايزة البصل ده ينزل ميته. لو انتي ما عملتيش في الكبة ممكن تقطعيها بالسكينة كده، وممكن برضو تعمليها حلقات زي ما انتي عايزة. وتجيبي كده بالبهارات وتقومي تدعكيه بايديكي كده كأنك بتعملي بصلة مرتة، هتحشبها بطة في فراخ اي حاجة هتحشيها. انا هنا نزلت بالبصل بتاعي، طبعا نزل ميته. نزلي كده كل اللي في الكبة وقلبي كده بالمعلقة او بايديكي. انا عايزة البطاطس كلها مع البصل مع الجزر. نيجي بقى نبهر الصينية بتاعتنا. هنا بقى نزلت بالبهارات ال7 معلقة كبيرة كده، وبعد كده بتنزلي بمعلقة فلفل اسود ومعلقة كمون ومعلقة كزبرة، واخر حاجة بتملحيها تنزلي بالملح بتاعك. بس دي البهارات اللي انا بحطها في صينية البطاطس كده. بس ده اللي انا بحطه في صينية البطاطس. عاوزة تزودي بهارات اكتر من كده دي حاجة ترجعلك انتي. اهم حاجة الكزبرة الناشفة لان دي بديل الكزبرة الخضراء. وطبعا ما ننساش الثوم المفروم. هنا 5 فصوص ثوم فرمتهم ونزلت على البطاطس. نيجي بقى لعصير الطماطم بتاعنا. عصير الطماطم لازم يكون خفيف،
اوعي الصلصة بتاعتك تكون تقيلة، لان لو تقيلة مجرد ما البطاطس تدخل الفرن للتسوية هتعجن منك. ليه بقى؟ لان في نشا بتنزل من البطاطس وهي في الفرن، فبلاش تحطي صلصة تقيلة او طماطم تقيلة، الصلصة بتاعتك تكون خفيفة. هنا بقى انا نزلت باللحمة بعد ما خلاص اللحمة استوت 90%، حطيتها في صينية البطاطس وال10% تاخدها في الصينية. لو عايزة تضيفي مع عصير الطماطم بتاعك شوربة مفيش مشكلة، تبقى حلوة قوي قوي. هدخلها الفرن في الرف اللي على النص على درجة حرارة 200. ودي الصينية بتاعتنا، البطاطس باللحمة لسه طالعة من الفرن دلوقتي حالا، وشايفين الدخان بتاعها. في حاجة كمان عايزاكم لما تدخلوا البطاطس الفرن لازم تغطوها، لسبب لان ممكن تلاقي البطاطس مستوية من تحت ومن فوق متحمرة وتشوفي شكلها حلو قوي، لكن تيجي تدوقيها الطبقة اللي فوق تلاقيها لسه مش مستوية، متحمرة بس. فلازم تغطيها بالغطا بتاع الصينية، بغطا حلة بالورق الفويل اهم حاجة، عشان اثناء الغليان البخار بتوزع على الصينية من فوق ومن تحت، فالتسوية بتبقى كلها واحدة. هنا عملت عليها رز ابيض، وزي ما احنا شايفين اللحمة كده مستوية قوي قوي مهروسة، انا بحبها كده، والبطاطس مستوية وجميلة وناشفة ومتحمرة. ورشيت عليها شوية بقدونس، البقدونس حلو بيشيل الدهون اللي في الجسم، والجزر كان مستوي جدا جدا وطعمها جميل قوي. جربوها بنفس الطريقة، وعايزين تضيفوا عليها اي خضار تاني ده حاجة ترجعلك. بس هي دي صينية البطاطس بتاعت زمان بطعم وريحة زمان بدون اي افتكاسات. وممكن تضيفي نص الطماطم، يعني مثلا لما بتجيبي الطماطم تحطي مية، ممكن نص المية بتخلي نص شوربة ونص مية، بس ما تكتريش الطماطم، ما تخليهاش تقيلة. طماطم لو تقيلة البطاطس هتطلع معجنة منك، لان هي فيها مادة نشوية، ومجرد ما بتتحط على البوتاجاز او بتدخل الفرن المادة النشوية دي بتنزل فبتقل الطماطم، لذلك لما بتيجي تطلعيها من الصينية ما بتطلعهاش سليمة. وزي ما احنا شايفين كده الشكل بيتكلم عن نفسه، بس والله الكاميرا ظلمها شوية. ودي الشوربة بتاعتنا، شايفين رايقة ازاي وحلوة ازاي. لازم تشيلي الريم، لان الريم بيعكر الشوربة وبيسودها وبيخليها مش حلوة. بعد كده بتخلي اللحمة بتاعتك، عارفة يعني يقولك ايه، شمعة البوتاجاز شمعة. ليه؟ عشان ما تحتاجش مية تاني، تحسي ان طعم الشوربة مية. بالعكس بقى لما بتهدي عليه خالص خالص بتلاقي الشوربة طعمها جميل جدا جدا وتقيلة واخدة الفايدة بتاعت اللحمة. اما الملح مجرد ما خلاص هاجي اقفل عليها النار بحط الملح وغلوة واحدة واقفل عليها. جربوها بنفس الطريقة وان شاء الله هتعجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.